ممكن حضرتك تقول لنا يعني شويه عن نشاط المؤسسه يا فندم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نشاط المؤسسة بيعتمد على آليات ثلاثة. هو إنشاء السوق العربية المشتركة اقتصاديا، إنشاء السوق العربية الاجتماعية المشتركة اجتماعيا، إنشاء السوق العربية الآمنة أو الأمن لكل دول العرب. ده النشاط أو المكان الرئيسي للنشاط الثلاثة اللي بيعتمد عليهم نشاط المؤسسة. وأنا بيشرفني إن أنا أكون رئيس مجلس الإدارة الشرفي لهذه المؤسسة، لأنه الأستاذ محمد زكريا هو أحد أولادي المميزين، وهو نتاج لخبرات كبيرة هو خدها معايا وعدة مؤتمرات، فقال على نفسه ان هو من هذه المؤسسه لتلبيه هذه الطلبات التي يحتاجها كل شاب عربي، يحتاجها كل فتاه عربيه، يحتاجها كل رجل عربي شريف في ظل التكتلات الامنيه والاقتصاديه والاجتماعيه الكبرى، سواء الاتحاد الاوروبي او اتحاد شمال اوروبا او اتحاد امريكا الجنوبيه او اتحاد الامريكتين. كل ده بيصب في نطاق توحيد الصف العربي نحو اطار من المشروعيه، نطاق من نشر الوعي المدني داخل اروقه الدول العربيه اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. لا اخفي عليك سرا الى انه هذه القضيه اصبحت قضيه لا تقبل التاجيل، وان كانت تقبل التاجيل قبل ذلك، لكن في هذه الاونه بعد ثورات الربيع العربي اصبح لزاما علينا جميعا ان احنا نتخذ هذه الخطوات الايجابيه نحو تفعيل ما تم هدمه على مدار 40 او 50 سنه ماضيه. يكفي ان انا اقول لك ان السوق العربيه المشتركه قررت سنه 64 والسنه 2015 لم تفعل، يعني بعد 52 سنه لم تفعل. هي سابقه لكل الافكار الاوروبيه، يعني السوق الاوروبيه المشتركه ما كانش ليها تواجد خالص. دلوقتي وحدوا السوق الاوروبيه المشتركه، بس لا، وحدوا 18 دوله بعمله واحده اللي هي الاورو، وبالتالي هم رغم اختلاف ثقافتهم، رغم اختلاف لغتهم، رغم اختلاف اقتصادياتهم، قدروا يعملوا سوق اوروبيه مشتركه. احنا ما عندناش اختلاف، تمام، عندنا دين واحد، عندنا وطن واحد، عندنا لغه واحده، وده لا يتوفر في اي حد في العالم كله غير مش شايف حضرتك يا فندم ان احنا عندنا في مصر مشاكل مع الشباب، فالمفروض ان احنا يعني نعالج مشاكل الشباب وبعد كده نفكر في الحلم العربي اللي هو الاكبر؟ انا بعتقد انه المشكله المصريه هي احد اليات المشكله العربيه. مفيش حد يقدر يفكر لوحده، مفيش، ما تقدرش تعمل مشروع الا اذا عندك اضلاع ثلاثه اللي هم اضلاع مثلث التنميه. مثلث التنميه ده اللي هو ايه؟ اللي هو القطاع الحكومي، القطاع الخاص، القطاع الاهلي او القطاع المدني. إذا هنا برضو نفس قضية الشباب. قضية الشباب لابد أن يكون هناك رؤية شاملة، رؤية عربية شاملة، أن تكون هناك رؤية للوطن اللي انت جواه، أن يكون هناك رؤية للشباب اللي موجود. دول القطاعات الثلاثة وأحد أضلاع المثلث. تفتكر يا فندم في تشجيع من الحكومة للمؤسسات اللي زي دي؟ ولا المؤسسات بتعمل في معزل؟ أي مؤسسة تعمل في إطار قانوني واضح وصريح الدولة تدعمها بكافة مؤسساتها، لكن أي مؤسسة تعتمد على التمويل الخفي والعلاقات الغير مشروعة والاتفاقيات المشبوهة مرفوضة مننا احنا كشباب مصر قبل ما تبقى مرفوضة من الحكومة المصرية أو الحكومة العربية. شكرا حضرتك.